ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلاة حل بها العقد ويفرج بها الكروب ويزيح بها الهموم يا رب العالمين. يا مساءكم فل، مساءكم سكر، ومساءكم ورد، ومساءكم ياسمين. عاملين ايه؟ بصوا انا النهارده لاول مره في مطبخ ماما. نور اختي بتضحك عليا وانا بصور، اول مره تشوفني وانا بصور بقى فبتضحك عليا. احنا النهارده قمنا بقى نتنشط شويه، قلنا نريحها، يعني مش رايحه قوي الصراحه، ما بترتاحش طول ما احنا هنا. فجزء مننا بيمسح وبيكنس وبيشيل الدنيا، وانا قررت ان انا اخش المطبخ يعني اظبط الدنيا. هنعمل النهارده فراخ، طالعين فراخ، وهنعمل بشاميل. نانا موجوده ونور موجوده وشيماء هتيجي اختي الكبيره، واحمد. فاحنا كلنا ملمومين النهارده، متجمعين يا رب، متجمعين على الخير دايما يا رب، ما يفرقش بينا حد. فهنعمل الاكل النهارده، وجزء بقى ايه، أنا ممكن الفوق الكاميرا دلوقتي اوريكم اللي بيمسح. عادي هطلع كل حاجه، انا بقول اهو على الواقع، انا ما بكتشفش. بس هيطلعوا النهارده، هيطلعوا هنعمل حاجات حلوه قوي النهارده، وان شاء الله يطلعوا معانا النهارده ونشوف كده الدنيا ايه. بس فانا هاخدكم معايا جوله في المطبخ، خليكم بقى معايا. بصوا النهارده دي هنعمل هنا البشاميل. المكرونه الاول، هسلق المكرونه، وهي عندها فول عايز يتدمس، فدي الدماسه بتاعتها. هنوريكم بقى، هي انا مش هلمس الفول دلوقتي، انا بس هغسله وهنقعه علشان اهي ده الفول. هنغسله عشان هنقعه لها هنا في الدماسه. هتبدا بقى بتولع عليه مثلا بكره الصبح ناكل، يعني بتولع عليه سوري النهارده بالليل ناكل منه بكره الصبح. هوريكم برده الفول بيتعمل ازاي. بس هنعمل بقى مكرونه بشاميل، هي معصجه اللحمه، ضربت لها بس شويه صلصه عشان احنا بنحب اللحمه المفرومه عليها صلصه. هنحطها بس على النار كده، واحط لها شويه الصلصه تتسبك فيها. هو انا هاخدكم معايا دلوقتي، يلا بينا، يلا بينا. الفراخ بس طبعا الورك كبير قوي، يعني يتقسم، يعني ان الله اكبر. بصوا الورك عامل ازاي، يعني الكيلو اصلا، الكيلو وركين. هنعمل معاه ايه يا ماما؟ مكرونه بشاميل يا ماما. هغسل بقى الفراخ، وهنعمل معاها مكرونه بشاميل وبس، صح؟ مكرونه بشاميل وفراخ بس. ويلا بقى نبدأ الفيديو. الاول حابه اقول لكم بس على حاجه. الفيديو دوت مع اني تعبت فيه جدا، بس انا كنت ناويه مش هصوره. ليه مش هصوره؟ لاني انا حصل مشكله، وان انا للاسف في جزء كبير ما اتصورش، او بعد ما اتصور اتمسح، مش عارفه الصراحه. وهو جزء مهم للاسف. فقلت لا انا مش هصوره، وزعلت جدا. بعديها بقى ماما واخواتي قالوا لي لا خلاص انت تعبتي نزليه ومش مشكله، ويعني ابقي عوضيها في فيديو تاني. فقلت لا خلاص، طب انا بقى هنزله. يعني ان انا اليوم دوت ماما طبعا قررنا ان احنا نريحها يوم، يعني مع انها بصراحه باقي الايام ما ارتاحتش. يعني هي النهارده عامله لنا عزومه جامده جدا، انا حاولت اصور منها جزء هوريها لكم. وكل يوم الصراحه بتعمل لنا اكل شكل. فاليوم دوت احنا اليوم الوحيد اللي احنا ريحناها فيه. انا قلت هخش انا اعمل البشاميل والفراخ. و يعني اختي ومرات جوزي، مرات اخويا. انا مش عارفه في ايه، اختي ومرات اخويا كانوا بيعملوا بقى الشقه وبيروقوا وبيمسحوا كده. تمام. عملت بقى الاول، غسلت الحوض كويس قوي، وغسلت لو فيها اي مواعين، وقلت اعمل لها بقى يعني اغسل الفول اكتر من مره وانقعه، علشان هي تبقى تعمله بقى زي ما قلت لكم. بتعمله بقى، بتسيبه طول الليل على البوتاجاز، وبابا بقى لما بيقوم اكتر من مره للفجر او يصحي احمد اخويا او كده، بيقوم يعمله هو، يزود له ميه او كده، يتابعه يعني. بس انا عايزه اقول لكم ان ماما بتعمل احلى فول ممكن يتاكل في الحياه. حطيت بقى ميه علشان اسلق فيها المكرونه، وحطيت جوه ميه السلق معلقه ملح ومعلقه زيت علشان المكرونه ما تعجنش مننا. تمام. وطلعت بقى اللحمه، انا كنت قلت لكم هي معصجه لحمه، حطيت عليها الطماطم وسبتها بقى تتسبك كده فيها كده. بس بعديها بقى رحت عامله الفراخ، غسلت الفراخ. اتاكدت اكتر من مره ان انا غسلاها، وصب يعني دعكتها بقى بملح وكده، وبعديها نقعتها في ملح وليمون. ما حطيتش خل، ملح وليمون، علشان الخل بيعمل فيها ريحه زفاره. انا اسفه طبعا لو في اي اصوات جنبي، انتوا عارفين ان انا عند ماما لسه، والدنيا دوشه والولاد كتير، فبحاول اخد اي جنب اسجل فيه من غير دوشه. بس طبعا سليم مش سايبني، فطبيعي في صوت جنبي وفي دوشه، فمعلش بقى سامحوني.
بس بعديها بقى هنا بقى انا كنت خلاص الميه غليت، اول ما اتاكد الميه غليت نزلت بقى فيها المكرونه. الصينيه اللي انا عاملاها خدت كيس 3 اكياس مكرونه. تمام. هنا بقى كانت الصلصه خلاص اتسبكت. دي بقى تتبيله الفراخ، وتتبيله الفراخ للاسف برضو مش موجوده في الفيديو، بس انا محضراها. يعني انا هنا حضرت بصلتين، وحضرت حوالي 5 6 طماطمات، رحت غسلتهم وبعديها حطيت عليهم فلفلتين رومي، وليمونه، ومعلقه خل، وملح، فلفل، بهارات، بابريكا، وتوابل فراخ. تمام. وضربتهم في الكبه كويس قوي قوي، وبعديها نزلت بيهم على الفراخ علشان وفتحت كده الفراخ علشان التتبيله تخش جواها. تمام. صفيت بقى المكرونه، وميه المكرونه خدوا بالكم ان ميه المكرونه مش برميها، انا باخدها اعمل بيها البشاميل. ازاي؟ يعني انا بصفي المكرونه وباخد الميه اشيلها على جنب، وبديها بعمل البشاميل باللبن، ولو احتاج ميه زياده يعني بزودها. برضو البشاميل للاسف ما تصورش مش عارفه في ايه البشاميل، او هو المقطع على بعضه. البشاميل انا حطيت الحله دي حطيت فيها حوالي 7 معالق بشاميل بتوع الاكل، ونزلت عليهم بسمنه او حمرتهم. اول ما البشاميل او اول ما الدقيق ادى ريحه كده نزلت عليها بكيلو ونص لبن، وبعديها كملتهم بميه السلق. تمام. قسمت المكرونه اللي انا سلقاها نصين بالظبط، وحطيت على النص اللي تحت بشاميل، وحطيته تحت في الصينيه، وبعديها رحت حاطه اللحمه فرشتها عليها، وبعديها نزلت النص التاني عملت فيه نفس الكلام برضو، ان انا البشاميل حطيت عليه سوري المكرونه، باقي المكرونه حطيت عليها بشاميل، بس بشاميل اكتر شويه، وبعديها رحت مكمله بقى يعني فردتها ورحت مكمله بقى بشاميل من فوق. عايزه اقول لكم هي كانت طالعه متجرقه بشاميل، واحنا بنحبها كده، احنا بنحبها مش ناعمه، هي فوق الناعمه بمراحل يعني. وعايزه اقول لكم طالعه مش لازقه في الصينيه، وطالعه ناعمه وجميله تحفه. احنا كلناها سخنه بقى مولعه، فما كانتش ماسكه نفسها شويه، بس لو انت بتحبي القطعه بقطعتها سيبيها تهدى شويه. تمام. ولو انت برضو ما بتحبيش البشاميل كتير قوي كده، مش لازم تقلبي اللي تحت في البشاميل، ممكن بعد ما تحطيه تحطي له بس معلقه كده بشاميل. بصوا الفراخ كانت تحفه وهي في الصواني، مش عايزه اقول لكم. طبعا كميه مواعين رهيبه، غسلتها ودعكت الحوض كويس قوي قوي قوي، وظبطت الحوض كان بقى الحاجه طلعت من الفرن. بصوا المنظر روعه 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 روعه. الفراخ كانت طالعه دايبه كده، والصوص بتاعها احلى منها هي. والبشاميل انا متضايقه قوي ان انا صور، والله انا كل ما افتكر ان البشاميل ان طريقه البشاميل والفراخ ما اتصورتش متضايقه جدا، مش عايزه اقول لكم متضايقه ازاي. بس كده بقى انا صحيت ونمت لقيت نور داخلالي بقى بشمعه عشان تقولي هابي بيرث داي، علشان ده كان يوم عيد ميلادي. الصراحه كنت مبسوطه قوي، وانا كنت صاحيه مش فايقه ومش مركزه لدرجه ان انت هاتي الشمعه نقعد فيها هنا، ربنا يخليها ليا. ايوه انت بامبا. بصوا يا شباب، احنا كنا قاعدين في امان الله، بامبا فلقينا شوشه داخله علينا بالقمر دي. طبعا احنا كلنا منها، بس انا قلت اوريكم الصراحه لان طلعت تحفه. بصوا يا جماعه الكيكه، بصوا الهشاشين، بصوا. استني يا بودو حاضر. هشه وناعمه جدا جدا يا ماما، لا والله حلوه قوي قوي. بصوا بصوا عامله ازاي، تسلم ايديكي يا شوشو. انت عايزه؟ طيب نور قال ايه؟ نور عايزه، كلت هي وابنها 3 حتت ولا 4 حتت وعايزه. بصوا الصينيه زي ما هي، بس هي كلت 3 أو 4 حتت. خدي بقيت حته النكايه. حد عايز حاجه تانية من الصينيه؟ لا. خدي يا نور. احنا مبقاش شاديه نعمل لك يوميات شاديه وتوريهم الكيكه دي بتتعمل ازاي. يا جدعان بصوا اقسم بالله اعرف واحده جوزها كل ما يجي ياكل كيكه من عندنا يذلها ان الكيكه بتاعتها وحشه وان كيكه ماما حلوه. عاوزه ميه. هي بس تسلم الصينية يا روحي. اتحطت، فبصي الوش لزق. ما هي عشان الصينيه كانت محطوطه عليها هي يعني الكيكه بقى لها فتره. جمالها. بصوا القمر، بصوا عليها ازاي. بصوا من تحت مظبوطه، من فوق مظبوطه، تحفه. تسلم ايديك يا شوشو.